رشيد سياح، طارق العيساوي. المنتخب الجزائري خرجوا من مناطقه. نعيم بايار ايضا لم يجد الحلول. المنتخب المغربي في وسط الميدان. المنتخب الجزائري علي معمر، التمريره لمعاذ، التصويب في مناسبه اولى ثانيه، ثم تدخل الدفاع. معاذ ضحاك كان من ابرز اللاعبين ضد المنتخب الليبي، وهذا الحارس يخرج كليبرو يقوم بالتغطيه. حارس المنتخب المغربي عبد الحكيم السباحي، قائد المنتخب طارق العيساوي، علي معمر، انيس فتاحين وسيدي احمد عيساوي وراء الكره لتنفيذ هذه المخالفه. فتاحين هل يفتح باب الشباك في هذا الشوط الاول؟ كره ترجع من الدفاع، ترجع تماس باشاره من المساعد أنطوني خليفه، يلعب التماس مع قلي، التصويب بعيده ريان قلي. هجمه للمنتخب المغربي قبل ما تخرج، وممتازه العمليه والتصويب والهدف الاول للمنتخب المغربي. الهدف الاول للمنتخب المغربي، ارتباك في دفاع المنتخب الجزائري في توقيت 21 دقيقه لعب. 1-0 للمنتخب المغربي بعد سيطره نسبيه كما قلنا خلال بدايه الشوط. وظن معاذ ضحاك هو الذي سجل وسدد اخر كره ولجت الشباك. معاذ ضحاك بالفعل في توقيت هذه اعاده للعمليه، وهذه التصويبه، التصدي الاول من الحارس، لا هذه الثانيه، هذه التصويبه الثانيه، تصويبه الهدف. معاذ ضحاك سجل للمنتخب هذه عاده من الاول. التوزيع، المدافع يتدخل، تصدم بالقائم، ثم ترجع مره اخرى امام هذا اللاعب رقم 10. يسجل معاذ ضحاك، سجل الهدف الاول في الدقيقه 21. طارق العيساوي يبحث عن الحلول لبرشلونه، ترجع له الكره. رخت اكيد يعرفوا مليح مدربه محمد وهبي انه سبق له الاشتغال والعمل في هذا الرخت لمده 17 سنه. كره للمنتخب المغربي وضربه مرمى تجاوزنا من الدقيقه 40 في الشوط الاول، دقيقه 38 تحديدا، 1-0 للمغرب ضد الجزائر. وتنفيذ المخالفه الجانبيه للمنتخب المغربي. التوزيع بالراس والهدف الثاني. الهدف الثاني لنعيم بايار، بالراس نعيم بايار يسجل الهدف الثاني في توقيت 38 دقيقة لعب. 38 دقيقة لعب. نعيم بايار للمنتخب المغربي بعد تنفيذ مخالفة من يوسف الأخديم دون رقابة، يصعد بالراس نعيم بايار. نعيم بايار يسجل الهدف الثاني للمنتخب المغربي. سنشاهد الإعادة وهذه المخالفة، التوزيع، ونعيم بايار يصعد فوق الجميع يسجل الهدف الثاني للمنتخب المغربي. وابراهيم غليدي هو من نفذ المخالفة وسجل نعيم بايار في الدقيقة 38. تصبح النتيجة 2-0 للمنتخب المغربي. هذه إعادة مرة أخرى للهدف، ممتاز دون رقابة كما قلنا. نعيم بايار يتمكن من تسجيل الهدف الثاني للمنتخب المغربي. أتساءل عن النتيجة في ملعب الكرم بين مصر وليبيا، إلى الفارق قبل نهاية الشوط الأول. هذا السيناريو فعله ضد تونس متقدمة 2-0 وذلل الفارق قبل نهاية الشوط 2-1. يعيد نفس السيناريو المنتخب الجزائري، كانت مباشرة في المرمى في سيطرة الجزائر في آخر 5 دقائق. هذه كرة للخالد والهدف، ممتاز الهدف من أنيس فتاحين يفتتح باب التسجيل للجزائر، لأن الجزائر متخلفة بهدفين مقابل 1. إذن أنيس فتاحين في الدقيقة 44 هدف أول للمنتخب الجزائري. إعادة للعملية ممتازة، تصويبة أرضية ساحقة بالساقة اليمنى من أنيس فتاحين قائد المنتخب الجزائري. دقيقة كوقت بدل ضايع في هذا الشوط الأول. نفس سيناريو مباراة تونس الجزائر. بالنسبة للجزائر، تونس كانت متقدمة مع نهاية الشوط الأول بهدفين مقابل 0، والجزائر ذللت الفارق في آخر الدقائق، لأن اللاعب البديل أيضا خدام كانوا في تشكيلة المنتخب الجزائري. الرقم ضد المغرب، هذه عادة للعملية. ريان قلي يمرر، وعملية الدفع واضحة من المدافع
المغربي. هذه العملية واضحة، ضربة الجزاء صحيحة، عملية الدفع كانت النية ممتازة هي للتمرير من ريان قلي، وضربة الجزاء واضحة للمنتخب الجزائري. البديل كوحيلي بن أحمد يستعد لتنفيذ ضربة الجزاء. كوحيلي بن أحمد يستعد لتنفيذ ضربة الجزاء بحثا عن تعديل النتيجة في توقيت 59 دقيقة لعب. كوحيلي بن أحمد في تنفيذ ضربة الجزاء، يتقدم كوحيلي ويسجل 2-2 كوحيلي بن أحمد في توقيت 60 دقيقة لعب. إذا إعادة توزيع الأوراق في هذه المباراة. 2-2 كوحيلي بن أحمد اللي خذا مكانه في الشوط الثاني يتمكن من التسجيل وإضافة الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. الأيمن لمرمى أمين بوكمبوش. تبقى النتيجة متعادلة 2-2. مباراة صعبة. خالد قويدر تنفيذ المخالفة للمنتخب الجزائري وترجع وكرة تتفك مرة أخرى للمنتخب المغربي عكس الهجمة والهدف الثالث للمنتخب المغربي. الهدف الثالث إلياس بومسعودي أسعد الأنصار واللاعبين والفنيين. اللاعب البديل إلياس بومسعودي في الدقيقة 90 زائد 2 هجوم معاكس للمنتخب المغربي. والهدف الثالث من البديل إلياس بومسعودي سجل الهدف. هذه إعادة، نشاهد إعادة للهدف الثالث للمنتخب المغربي، هدف قاتل في توقيت قاتل، دقيقة 90 زائد 2 وهدف للمنتخب المغربي. فرحة كبرى فني هذه كرة وهذه إعادة وهذه التوزيعة في ظهر المدافعين. يستلم الكرة يروض باليسار بومسعودي. هذه إعادة مرة أخرى تقريبا من وسط الميدان، التوزيعة من رفيق الأرغيف.